انا عايزه اقول لكم ان انا يوميا بيطلب مني الطلب ده، ان ما كانش مرتين او ثلاثه. بنات جايه دافعه فلوس تاخد جلسات عشان تعرف ازاي تتحول من بني ادم طبيعي عادي الى بني ادمه عندها كهن الستات، وتعرف تخلي الراجل يتعلق بيها ويجري وراها كده. طبعا السؤال ده بيضايقني، بس انا عايزه اقول لكم عن طريق الفيديو ده مين الست دي، وانت تقرري بقى انت عايزه تبقي الست دي ولا لا. الست دي فيها اوبشنز كتير بتستخدمها. رقم واحد، مقطعه بطاقتها، مش فارق معاها لا حلال ولا حرام، مكبره دماغها على الاخر. هي حاطه الراجل ده وكل يوم تكلمه، كل يوم تروح له عند الشغل، وبحبك وبموت فيك وتعالى، ومش عايز نتجوز رسمي خلاص عرفي، طب مش عايز نتجوز خالص دايسه بقى، حرام حلال وسط مش فارق معاه. وبعدين بتبتدي تزعل بقى وتبعد، وتبتدي تقول للراجل انت راجلي، انت اللي ما جابتوش ولاده، وبعد كده تسحب كل ده تاني. فايه اللي الراجل بيحصل له؟ بيحصل له ادمان للي هي بتقعد تعمله ده وايرور. طيب هي النهارده عملت ايه؟ هي عماله تلعب معاه العاب ذهنيه. وقت ما هتبقى انسان طبيعي، وقت ما هتبقى انسان محترم، ده مش هيحصل. قرري بقى انت عايزه تبقي الشخص ده. تاني حاجه، الشخصيه دي عندها مبدا التعدد، يعني ما ظبطتش مع ده اللي بعده، ما ظبطتش مع ده اللي بعده. انت بتفضلي واقفه عند نفس الراجل تحومي حواليه وتتجنني عليه وحطاه وبتحبيه فعليا. دي ما بتبقاش بتحب، دي بتبقى حاطه تارجت وهدف، قلبها في ايديها، هي عايزه التاني اللي يتعلق بيها، بتستخدم معاه كل وسايلها. ما بتقعدش بقى تفكر طب انا ابعت له ولا ما ابعتلوش، طب كرامتي، طب لا. دي بقول لك ما عندهاش المميزات اللي موجوده في شخصيتك القويه او شخصيتك الراقيه. دي مش فارق معاها، ومش فارق معاها على فكره انه في الاخر يسيبها. هي بتفهمه انه فارق معاها، لكن هو بمنتهى البساطه ما هي بتعرف من اين تؤكل الكتف، وهتقوم رايحه على راجل تاني. ناهيكي بقى ان انا عايزه اقول لك على حاجتين مهمتين قوي. الراجل اللي بيقع في طائله هذه الست هو راجل مش مخضرم. ليه؟ لان اي راجل فهمان عارف كويس قوي الطريقه دي واتعملت عليه مليون مره، وعارف الست المحترمه من الست اللي مقضياها، وعارف دي عايزه منه ايه، ومين اللي عايزه منه فلوس، ومين اللي عايزه منه اهتمام. فانت النهارده لو مع راجل هو من البدايه مش عايز يتعلق بحد عاطفيا، لا انت ولا دي ولا غيرها ولا غيرها هيأثروا في الموضوع. فاهم حاجه ان انت تعمليها ان انت تبقي مستسلمه ان انا مش شبهك ولا انت شبهي. انا ليه بفكر اوقع الراجل؟ ليه انا رايحه جايه حاطه محور الكون هو الشخص ده ومتخيله اني هنجح؟ لا، لما يبقى محور الكون هو الشخص ده، ما تكوني رايحه ودبه مشوار وجايالي عشان انا عايزه اوقع الشخص ده. مش دي المايند سيت اللي بتفكر بيها الست الداهيه اللي انت عايزه تكوني شبهها. الست الداهيه ما بتفكرش كده. الست الداهيه بتعرف 1 على 1 و2 على 1 وما عندهاش فرق لحد ما حاجه منهم تصيب. الست الداهيه بتشوف مين الراجل الغلبان الصدمان العدمان اللي ما تقلوش وما بعتلوش صور زي دي قبل كده، عمره طول عمره بنضاره وطول عمره مش فاهم حاجه، وتروح تشربه وتروح تعمله وتروح توري له الرقاصه في الكلاب الفلاني وتطلعه من الحاله بتاعه النرد اللي هو فيها، فيتاثر قوي ويتجنن قوي يتعلق بيها. فللاسف انت لو مع راجل فهمان وبشخصيتك المحترمه مش هتقدري تعملي غير ان انت تشوفي الراجل اللي يستهلك واللي ربنا يرزقك بيه ويرزقه بيكي. عايزه تطلعي من جلدك وتبقي شخص كهين، فخليكي عارفه كويس قوي ان انت لازم هتاخدي مساوئ هذا الشخص، وهو ان انت مش هيبقى فارق معاكي حاجه، وهو ان عزتك وكرامتك هتتنازلي عنها لبعض الوقت، وهو انك ممكن تنجحي وممكن تفشلي. ما تقعديش بقى تقولي طب هو كده شافني بحبه. الموضوع له ابعاد كتير، مش هينفع تبقي زي ما انت كده بشخصيتك تقومي واخده حجاب تحطيه له تحت المخده فيجري وراكي. لازم تبقي شخصيه بيعاها عشان تقدري تبقي الكهينه اللي انت عايزاها. هل انت بقى عايز تبقي الشخصيه دي ولا لا؟ ده قرار يرجع لك انت ولاخلاقك ولدينك وللناس اللي ربوكي.